كيرت أنجل من المصارعين الكبار، سواء في المصارعة الرومانية أو المصارعة الحرة. والنهاردة عايز أكلمكم مش بس عن مسيرته، عن حياته كلها. هو اتولد 9 ديسمبر في بنسلفانيا في عيلة كلها رياضيين، وده مبرر ليه هو من أهم الرياضيين في العالم. بس حياته ما كانتش دايما كده، لأن هو واجه صعوبات ومطبات كتير في حياته. أولهم موت أبوه في سنة 1984، وصاحبه ديفيد شولتز اللي اتقتل سنة 1996، اللي مش بس كان صاحبه، لأ ده كان مدرب وقدوة ليه. وعلى الرغم من موت صاحبه في نفس السنة، كان بيتمرن وبيزق نفسه للآخر في التمرين، وفي بطولة اسمها اليو اس اوبن. مش عارف الصراحة هي بطولة ولا اللي هو عشان يتأهل الأولمبيات يعني. المهم ان هو في نص النهاية رقبته اتكسرت، تحديدا 4 فقرات اتكسروا. مع ذلك كسب الماتش ده وكسب النهائي. بس اللي هو طب وبعدين انا عايز العب الاولمبيات. راح للدكتور، قال له لا انت مش هتقدر تلعب الاولمبيات. راح لدكتور تاني، قال له انت امتى الماتش الجاي بتاعك؟ قال له يعني بعد 6 اسابيع كده، اللي هو في اولمبيات الصيف 1996. قال له عشان تعرف تلعب لازم ترتاح ال6 اسابيع دول، وبعدين انا هصفر معاك دكتور. قبل كل ماتش من ماتشاتك هتاخد 12 حقنة مخدر في رقبتك، قبل كل ماتش ب5 دقايق. وقال له بس بعد الماتش بساعة رقبتك هتفشخك، هتحس بألم مش طبيعي في رقبتك من اللي هيحصل في الماتش. انتوا عارفين طبعا المصارعة الرومانية أصلا من بدايتها كده بيقفشوا ببعض في رقبة بعض. قال له قشطة، ما عنديش مشاكل. المهم كسب ماتش بعد التاني لحد ما كسب الميدالية الأولمبية الذهبية برقبة مكسورة، الأولمبيك جولد ميدل وذا بروكن فريكن نيك. مفيش كلام يابا. في نفس السنة قصته الملهمة دي شدت انتباه فينس مكمان، فعرض عليه عرض أكتر من المصارع العادي بياخده، عقد 10 سنين و5 مليون دولار. بس كيرت ما كانش عنده وعي كافي ببزنس المصارعة وقتها، فقال أنا هفكر في الموضوع. خد العقد، رجع للوكيل بتاعه. الوكيل بتاعه قال له لا يا عم، انت مصارع بجد؟ انت ايه، هتلعب مع شوية ممثلين وتخسر قصادهم؟ يا عم ارمي. قام رمى العقد في الزبالة وقال له انا هجيب لك شغلانة احسن. جاب له شغلانة كمعلق على الرياضات وكده. كيرت ما مشيش في الشغلانة دي، قام بدأ بقى يتفرج على ال WWF وقتها، اللي هي ال WWE حاليا، وأعجب بيها وبشخصيات زي ستون كولد. وكمان بقى عنده وعي أكتر بيها إن هي رياضة برضه حتى لو سكريبتد، واللي هيلعب قصادهم دول مش ممثلين، دول رياضيين برضه على أعلى مستوى. قام كلمهم تاني، قال لهم العقد لسه موجود. قالوا له لأ، بس تعالى هنظبط لك عقد تاني. طالبك يا صاحبي طالبني ازاي يعني هكون طالبك في الجواز وفعلا راح اتدرب لمدة 7 شهور. وأول ماتش يلعبه على التلفزيون كان في عرض السرفايفر سيريز 14 نوفمبر 1999، وعمل كارير فاجر ولا يعرف طبعا في ال WWE. ومن أول ما كانت WWF واتقدر من الشركة، كسب اللقب الأوروبي ولقب القارات، على عكس بعض المصارعين اليومين دول. وزي ما أداؤه كان جامد في الحلبة، أداؤه كمان كان جامد على المايك، ودخل في عداوات وستوري لاينز كتير. يعتبر هو كمان اللي طلع جون سينا، لأن هو كان أول ماتش ليه، وماتشاته كلها جامدة يعني. والزمن الخواجات بيقولوها تكنيكال، فيها فيها تكنيك. وبيشرح ان الحلبة خشب، يعني هما بياخدوا البامب على الخشب على طول عشان مجرد يعمل صوت كويس، يطلع الصوت اللي احنا بنسمعه ده. وفي ماتش ضد الديناصور الحلوف بروك ليزنر هما الاتنين حلاليف الصراحة، في عرض سماك داون بيشرح اللي حصل في الماتش بالظبط. لما بروك ليزنر عمل حركة اللي هي شوتينج ستار بريس بنت المرة دي، كانت حركة جامدة فشخ الصراحة. يعني تخيل 310 باوند يقع على دماغه مباشرة على حلبة خشب. فكرت راح له، قال له انت كويس؟ قال له مش عارف. فكرت ثبته وقال لي يا رب يفلت، انا مش عايز اشيل اللقب ده اكتر من كده بقى، لان كيرت برضه اتصاب في رقبته للمرة التانية وقتها، وكمان اللقب مسؤولية كبيرة قوي يعني. ففعلا بروك فلت. بعدين قام قال له هتعرف تعمل فيها الاف 5؟ قام قال له هجرب. بس عملها فيه وكيرت خسر اللقب وقتها. بس عشان اللي بيقولوا يعني المصارعة تمثيل، لا، في ماتشات كتير زي كده مش بيبقوا متفقين عليها من، يعني مش بيبقوا متفقين هيحصل ايه من اول لنهاية الماتش. حاجات بتحصل كده
زي الماتش ده اكبر مثال يعني. وكيرت كسر رقبته مرة واحدة في المصارعة الرومانية، كسرها 4 مرات في المصارعة الحرة في الدبليو دبليو اي. وربنا يعافينا كلنا، عمل 5 عمليات في رقبته، بس طبعا رقبته ما رجعتش زي الاول، وحصل له كمان نيرف دامج، اللي هو زي ما تقول كده الأعصاب سمعت على دراعاته وظهره، وعضلات الجزء اللي فوق كلها من جسمه، وبعض العضلات كمان اتدمرت زي جزء من عضلة الشيست. فكل ده من إصابة الرقبة، فربنا يعافينا يعني. فكل الإصابات دي بدأ بقى ياخد حاجة اسمها بين كيلرز، اللي هو نوع من أنواع المخدرات. أكيد في الأول طب عشان رقبتي أنا محتاجها، بعدين بقى بدأ يتمادى، ياخدها وهو محتاجها ومش محتاجها، ياخد حبتين بدل حباية. في الفترة دي كمان أخته ماتت بسبب إدمان المخدرات برضو، عشان حاجات في حياتها الشخصية يعني. فاليوم ده كان وراه ماتش اليوم اللي بعده، أخد 20 حباية من البين كيلرز دول، نام مصحيش غير الساعة 5 المغرب. و20 حباية ده عدد كافي إن هو يموت شخص يعني. وكمان إدمانه موقفش لحد كده، وصل بيه الحال إن هو ياخد 65 حباية في يوم واحد، ويكلم كذا دكتور مختلف عشان ياخد وصفات الحبوب دي كلها. وفي الفترة دي مسلمش من العايق فينس مكمان. بصوا فينس مكمان هو، خلينا متفقين ان هو عمل حاجات كتير حلوة للبيزنس ده، بس هو شغل ممكن يعمل اي حاجة عشان الفلوس والبيزنس، زي انه يهين المصارعين حتى لو كانوا عيلته. وكيرت طبعا مسلمش منه، حطه في ستوري لاينز هو ما كانش عايز يعملها، زي الستوري لاين ضد بوكر تي لما كان بيعمل حاجات وحشة في مراته، وبعدها مشي من الدبليو دبليو اي مش عارف ليه. ما شفتش سبب واضح الحقيقة. مرة يقولك ان هو كان عايز بارت تايم كونتراكت، يعني يشتغل لعدد ساعات اقل. وقريت برضو ان هو عشان اصاباته وعشان الحاجات اللي كان بيتعاطاها دي، حس ان هو عبء على الشركة فخلاص قال يمشي. المهم انه مشي في 2006، وبدل ما يرتاح وقع مع التي ان ايه في 2006 برضه. واول مرة يطلع في عروض التي ان ايه كان 19 اكتوبر 2006، وعمل ماتشات حلوة ضد سمو جو وايجي ستايلز. والفترة دي كان بيعمل حاجات مجنونة وغبية، ومن احسن فتراته كمصارع هي فترة التي ان ايه. زي ما تقول كان في البرايم بتاعه، طلع عليه وقتها اسم البيرك انجل، لان هو كان جامد فشخ في الحلبة، بس كان عنده مشاكل كتير بره الحلبة، هي ادمانه للمخدرات. خصوصا الفترة دي كمان عشان يسيب البين كيلرز، بدأ بقى يتجه للحاجات اللي هو عارف انت هيقلل بالتدريج. بس المشكلة انه كان بياخد كذا حباية مع بعض، وكمان بدأ يشرب عشان اللي حواليه كانوا بيشربوا، مما أدى لسجنه في 2011 و2013 تاني. واللي أنا مكنتش فاهمه إن هو بيكره اسم بيرك أنجل، لأن هو بيرجعه للذكريات الوحشة دي. But does it hurt your feelings? Yeah, yeah, but I know they don't mean it. Yeah. البيرك ده اللي هو حبوب مخدرات. وبعد ما فترة التين ايه عدت بخيرها وشرها، رجع تاني لل WWE في الهول اوف فيم 2017. دي انا حافظها، دي انا ممكن افري ستايل الحتة دي. يا عم شيل السكيت. بعدها رجع كإداري، تحديدا الرو جنرال مانجر. وقال لفينس ايه يا عم، طب ما انا عايز اصارع برضو. قام قال له هتصارع بس مش دلوقتي، بعدين. ففترته هو مانجر ما كانش بيصارع طبعا، فايه أداؤه على الحلبة اتأخر شوية على حسب كلامه هو يعني، بس أنا كنت شايفه زي الفل عادي. ولعب في راس المنيا 34، وقبل ماتش اعتزاله في راس المنيا 35 لعب ضد اي جي ستايلز وسموا جو، اللي كان بيعمل ضدهم ماتشات فشيخة في التي ان اي. وكمان لعب ضد تشاد جيبل، اللي حكى قصة ظريفة انه وهو صغير راح عرض دبليو دبليو اي وشاف كيرت، وقع له على البتاع وقال له انا في يوم من الايام هكبر وهبقى مصارع زيك وهصارعك. وفعلا عملوها. دي من الماتشات اللي انا سعيد الحقيقة ان كيرت عملها قبل ما يعتزل. وفي راس المنيا 35 فينس مكمان والرايترز الكتاب ولاد العايقة خسروه في الماتش اعتزاله. انا متضايق قوي وربنا، انا متضايق قوي. وعلى كلامه بيقول ان هو كان نفسه يعتزل قبلها، لان بعد ما بقى مانجر يعني وخلاص اداؤه تقل شوية على الحلبة، هو مش عايز الناس تفتكره كده، هو عايز الناس تفتكره العنتيل اللي كان في التين ايه. والحقيقة معاه حق، لأن فترة من 2017 لحد ما اعتزل دي الفترة اللي أنا فاكرها
لان دي الفترة اللي انا بدأت اتابع فيها المصارعة وقتها. بس الحقيقة ما شفتش ان اداؤه ضعف في الحلبة، انا بس متضايق عشان خسروه ماتش اعتزاله. يعني تخيل مثلا خسروه ستينج في ماتش اعتزاله اللي هو اللي حصل السنة اللي فاتت ده. يعني ما كناش هنعمل قلق برضو، كنا حاجة بسيطة يعني، كنا هنسيب لهم. فنفس الحاجة ليه بتخسر مصارع كبير وتاريخه كبير كده قدام بارون كوربين في ماتش اعتزاله؟ واللي هم بالمناسبة قالوا ان هم عشان ينفخوا في بارون كوربين، وهو فين بارون كوربين دلوقتي؟ يا ريتهم حتى طبلوا له دلوقتي. لا، ده مشي من الشركة هو كمان. ودي كانت قصة كيرت أنجل، واحد من أكبر الرياضيين في التاريخ اللي تقدر تتعلم منها حاجات كتير جدا. وهو دلوقتي خلاص عنده عيلة حبوبة، وبقاله أكتر من 14 سنة بعيد عن المخدرات والحاجات دي. في فيديوهات كتير عنه طبعا، أتمنى أكون ضفت حاجة في الفيديو ده، وأتمنى يكون الفيديو عجبكم، لأن أنا خلاص أنا على آخري وربنا. أنا مش عارف إزاي أنا كملت الفيديو ده، حرفيا مش عارف أجمع جملة على بعضها ومع ذلك سهرت وعملت لكم الفيديو ده. فيديو جميل ها، بس انا ما صورتوش with a broken freaking